السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح نعرف عمر البطارية، يعني اذا انتهى عمرها يحتاج تبديل او لا. بسم الله، نبدي نروح على قائمة الستارت، نبحث عن CMD، نضغط كليك يمين، نفتح Run as Administrator. بعدها راح تطلع لنا هاي الواجهة، نكتب بيها CD سبيس نقطتين، نضغط انتر، تطلع لنا هاي الواجهة، نكتب بيها هاي باور CFG فراغ او سبيس داش انرجي، نضغط انتر. بعدها ننتظر 60 ثانية على ما يطلع لنا التقرير. بعد ما ننتظر 60 ثانية راح تطلع لنا بهاي الصورة. نذهب إلى هذا المسار سي ويندوز انرجي ريبورت، نروح طبعا على سي، على ويندوز، ونبحث عن انرجي ريبورت. هذا هو، نفتحه. بعدها ننزل لي جوا، هذا هو اللي يهمنا هنا، المعلومات الباتري. هنا الديزاين كاباسيتي، هاي القدرة يعني المصمم عليها الباتري، يعني هاي القوة مالته. اذا هنا ناقص، يعني لا الرقم يختلف عن الفوق، يعلم انه الباتري بدأ يعني عمره يتناقص. الحمد لله طبعا اللابتوب الجديد الباتري بعده جديد. هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك. مع السلامة.